السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده هنعمل مع بعض صينية رقاق باللحمة المفرومة. طبعا هنعمل مع بعض الرقاق الطري مش الناشف. يلا نسمي الله ونقول المقادير. معانا لحمة مفرومة طبعا اي كمية انت حباها، ومعانا كيلو رقاق طري. طبعا الكيلو بيجي 13 او 14 واحدة، انا مستخدمين 12 واحدة. ومج لبن وبضايه. هنبدأ بقى نحمر البصل بتاعنا. جبنا حلة على النار وحطينا شوية سمنة وقطعنا البصل بالشكل ده. واول ما يصفر معانا نروح نازلين عليه باللحمة زي ما انتوا شايفين كده، ونروح حاطين فلفل اسمر وملح. وهنقلب كل ده مع بعض لغاية لما اللحمة معانا تستوي. هنجيب الصينية اللي احنا هنعمل فيها وهنبدأ ندهنها سمنة. وهنفرد السمنة كويس علشان الرقاق ملزقش معانا. وبعد كده هنجيب الرقاق. لو الرقاق عندك كبير بتقطعيه لقد الصينية. انا كان عندي رقاق كبيرة فبدأت اقطعه على قد الصينية بالظبط. هتحطي رقاقة وتدهني وشها بالفرشة سمنة. وكل ما نحط رقاقة ندهن وشها بالفرشة سمنة. وبعد كده مثلا 3 رقاقات 4 وهنبدأ نحط اللحمة. طبعا مش بحط كمية اللحمة كلها، لا برش زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، حبة زي كده بفردهم على الرقاقة كلها. وبعد كده هنكرر الموضوع ده تاني. نحط رقاقة وندهن وشها سمنة، والتانية برضو ندهن وشها سمنة، والتالتة نحط اللحمة لغاية ما نخلص كمية اللحمة معانا. كده خلاص. اخر رقاق معانا هنروح نازلين باللحمة كلها. وطبعا بنسيب رقاقتين عشان نحطهم في الوش في الاخر خالص. كده خلاص حطينا اللحمة كلها بالشكل ده. وهنا كنت انا سايبه ورقتين في الاخر عشان احطهم على الوش. وهنروح حاطين الرقاقتين احنا شايلينهم في الاخر. احط واحده وندهنها سمنه وبعد كده احط التانية. كده خلاص الرقاق معانا كده خلص، كل الكميه خلصت معانا. هنبدا بقى نقطعها. طبعا انت بتقطعيها التقطيع زي ما انت عايزه، التقطيع اللي تعجبك انت زي ما انت حابه. هنا هنجيب مج اللبن اللي احنا قلنا عليه في الاول، بس انا فضيته في الطبق عشان اعرف اقلبه كويس عشان ما يتدلقش مني. وحطيت عليه شويه ملح صغيرين. وبعد كده هنحطه كله في الصينيه على الرقاق كله عشان الرقاق يتطر معانا كويس. تفرديه كويس في الرقاق كله، تفرديه كويس في الصينيه بالشكل ده عشان الرقاق يشرب كله من اللبن. وبعد كده هتجيب البيضه هنضربها كويس. البيضه معانا بتخلي طبعا الرقاق لونه احمر ويديله لون جميل قوي. هتحطي معاها شويه فلفل اسمر. وبعد كده هنرشه كله في الصينيه بالشكل ده. وحاولي تجيبي الصفار كله في الرقاق بالشكل ده عشان تديك لون كويس لما تستوي معانا. خلاص كده الصينيه جهزت معانا، هنبدا ندخلها الفرن. انا بحطها في الرف الوسطاني. اول ما تستوي من تحت اروح مولعه عليها من فوق. وبعد ما استوت معانا بالشكل القمر ده هنغطيها عشان وهي سخنه الوش معانا يتطرى. وطبعا زي ما انتوا شايفين البيضه اللي احنا حاطينها مديها اللون الذهبي الجميل ده. وهنبدا بقى نقطعه. وكلي بقى احسن صينيه رقاق بجد، طعم جميل جدا يختلف جدا عن الجلاش بمراحل. ده حاجه وده حاجه، وده طعم وده طعم. بجد جربيه. وطبعا الرقاق احنا طبعا عاملين رقاقات لحمه،
فرقات اللحمه دي مديكي طعم جميل جدا، يعني مش في النص بس، احنا عاملين كذا رق لحمه. بجد جربيه ان شاء الله يعجبكم، واستنى رايكم في الكومنتات، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. ما تنسيش تعملي لايك وشير ومتابعه للقناه عشان يوصلك كل فيديوهاتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.